السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. آه معلش انا كنت مشغولة اليومين دول، بطلع ورق كده عشان اخواتي طالبينها مني بعد وفاة والدي. فيوم في التأمينات، يوم في مش عارفة في السجل المدني، يوم في البنك، فمش فاضية، معلش اعذروني. آه ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض فراخ كده ببصل بطماطمايه، وقطعت بطاطسايه كبيره معاهم، وهنعمل جنبيهم شويه مكرونه سباكيتي. انا غسلت الفراخ ونضفتها، خليتها زي الفل. خرطت عليها بطاطسايه، وخرطت عليها بصلتين، وواحده طماطم كبيره اهي. هحط بقى التوابل وارجع لكم، احط التوابل والماجي وارجع لكم. بصوا حبايبي، حطيت الفلفل الاسمر والتوابل والملح، وحطيت شوية زيت، حوالي 4 معالق كده زيت. هنسيبهم بقى يتشوحوا مع بعض، وبعد ما يتشوحوا مع بعض كده هحط لهم شوية مية واسيبهم بقى يستووا، اغطيها واسيبها تستوي، وبعد كده بقى اروح اعمل الصلصة بتاعت المكرونة. فاصل ونواصل. بصوا حبايبي، انا كنت بتكلم مع ابني معلش، وشغالة بعمل في الاكل. لخمني بقى. عملت تومية، وبعد التومية ما اتحمرت رحت حط عليها ايه طماطم. هنحطها بقى تتسبك. وصينية الفراخ استوت خلاص على البوتاجاز من فوق، وحطيتها اهي في الفرن، هتاخد وش اهي. ان شاء الله لما الاكل يستوي هغرف معاكم واوريهولكم ان شاء الله. بصوا حبايبي، صينية الاجنحة اهي، صينية الفراخ اهي اهي. ايه رأيكم؟ والطماطم لسه ما اتسبكتش. هروح بقى اصلي المغرب وارجع لكم. بصوا حبايبي، انا وريتكم صينيه الفراخ بالبطاطس وده المكرونه اهي. لو عجبكم الاكل ده ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. سلام عليكم حبايبي.